اهلا بيكم في حلقه جديده من تشانل فوش في الجول. النهارده هنتكلم عن نادي الزمالك ويانيك فيريرا، وهل يانيك فيريرا يستحق الرحيل من نادي الزمالك حاليا ولا يستاهل ياخد وقت اكبر من كده، ومشاكل نادي الزمالك عامه ومنتظرين ايه من الفرقه بعد التوقف الدولي. كل ده هنتكلم عليه في حلقه النهارده. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك كومنت سبسكرايب، ويلا بينا نبدا. يانيك فيريرا من ساعه ما جه الزمالك وهو في جدليات حواليه كتير. مدرب نجاحاته بره ما كانتش احسن حاجه، كسي في هو مش اقوى سي في خالص، ولكن هو مدرب شاب. كله قال ان هو جه نادي جماهيري وممكن ده يغير الدنيا، ان هو بيلعب كوره كويسه وهكذا وهكذا وهكذا. انا بصراحه عمري كنت اسمع عن يانيك فيريرا قبل ما يجي الزمالك، ولكن ماشي. خش بقى النقطه بجد، هل يانيك فيريرا يستحق الرحيل؟ يانيك فيريرا من ساعه ما جه الزمالك وهو الماتشات الوديه الاداء ما كانش احسن حاجه، النتائج ما كانتش افضل حاجه، وكله بيتكلم عن الموضوع ده. كل الناس اتفرجت على الماتشات الوديه تتكلم الاداء مش افضل حاجه، النتائج مش احسن حاجه، الفريق فيه غلطات دفاعيه رهيبه واضحه للاعمى. هل اتعالجت بقى في اول السيزون؟ لا، ما اتعالجتش. اول ماتش يعني الزمالك لعب 5 ماتشات لحد دلوقتي، لعب سيراميك كليوباترا، لعب فيوتشر، لعب مقاولين، لعب واد دجله، ولعب فاركو اضعف فريق في الدوري. كان ماتش من امال الماتشات اللي الزمالك لعبها. جونشي كوبانزا جه، الزمالك ضيع كذا كوره، ولكن انت برضو الدنيا مش احسن حاجه. تمام، كاداء الدنيا مش احسن حاجه، وحلولك مش كتير، وكره ما توصلش مهاجم خالص. يعني بجد عطيه الدباغ ده صعبان عليا، ولكن دي نقطه هنجيلها بعدين لما نتكلم عن كل لعيب لوحده. طيب، انت كسكواد الزمالك السنه دي، يعني انت كنت منتظر منه ايه؟ انا بصراحه كنت منتظر من السكواد ده كتير. السكواد ده كويس قوي، السكواد ده اتضاف عليه لعيبه كتير. يعني السكواد ده تعال نشوف مركز في السكواد ده. حارس عندك محمد صبحي، عندك عواد صبحي بيقدم اداء خيالي من اول موسم ده، يعني اداء بجد. يعني تقريبا احسن حارس في الدوري السنه دي بفرق كمان. حارس بجد عامل سيزون عالمي قوي لحد دلوقتي. ال5 ماتشات كان كويس قوي، وكان احسن حارس في الدوري لحد دلوقتي، وبجد يعني ان هو حارس الزمالك الاول بجداره عن عواد او مهدي سليمان. نروح لخط الدفاع، عندك باك يمين عمر جابر، الباك اليمين الكيني الجديد اللي الزمالك جابه، لسه ما دخلش الفريق ولكن دول هيبقوا مع بعض. مركز باك يمين عندك فيه نقص وباينه من اول سيزون. حاولت تجيب احمد عيد قبل ما الميركاتو يقفل، ما عرفتش، ولكن كل ده يعني كلام خلاص فات عليه وقت. انت السيزون بدا وانت محطوط دلوقتي في الموقف ده، لازم تتصرف. جبت الباك اليمين الكيني الصغير، ولسه هنشوف ايه الدنيا، ولكن الكلام عليه ان هو باك يمين كويس. السنتر باكات، عندك محمود الونش، عندك محمد اسماعيل، عندك حسام عبد المجيد، عندك احمد حسام ربنا يشفيه الصليبي، والزناري طلعته اعاره، وعندك كمان المغربي صلاح مصدق. اوبشنز دفاعيه لطيفه وكويسه، واوبشنز يعني كويسه بالنسبه للفريق دلوقتي. يعني انت عندك 4 كويسين قوي جاهزين بيلعبوا اي وقت هيلعبوا، و4 كويسين قوي بصراحه انا شايف كده، لان انت ما عندكش مشاكل دفاعيه حاليا. عندك الليفت باك، عندك محمود بنتاج، وعندك احمد فتوح. يعني عندك باك وبديله كويسين قوي 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 كمان في المركز ده. فانت مش محتاج حد في الدفاع دلوقتي غير باك يمين طبعا، ولكن هنشوف الباك اليمين الكيني الصغير اللي الزمالك جابه ده هنعمل فيه ايه. خش بقى نص الملعب. نص الملعب انت عندك يعني في ناس راحت اصابات وما رجعتش. يعني انا نفسي اعرف هو محمود جهاد فين. محمود جهاد تقريبا من ساعه ما جه هو بيتعالج في النادي. يعني نفسي اشوف محمود جهاد بيلعب. محمود جهاد لما لعب اول كام ماتش مع الزمالك لما كان بينزل وبتاع الفريق بجد مشاكله احسن، وهو لعيب كويس، وانا بحب محمود جهاد قوي من ايام فاركو، لعيب كويس قوي. تمام. جبت احمد ربيع، وعندك دونجا، وعندك احمد حمدي، وعندك عبد الله السعيد، وعندك سيف جعفر، عندك ادم كايدي يقدر يلعب النقطه دي، عندك ناصر ماهر. كل ده في نص الملعب اوبشنز. عندك 8 اوبشنز كويسين قوي في الفريق. انت مش قادر تجيب احسن توليفه لنص الملعب. انا عندي سؤال، هل عبد الله السعيد بيقدم احسن موسم من اول السيزون؟ خالص. عبد الله السعيد بالعكس بيقدم نسخه سيئه جدا جدا من نفسه، وانا مراعي ده بالنسبه للسن. طيب استفاد مع عبد الله السعيد في الاوقات الصح اللي انت المفروض تستفاد بيه فيها، ولكن انت ما بتستفيدش بيه. انت بتلعبه من اول ماتش لاخر الماتش. عبد الله السعيد ما بقاش قادر يديك زي الاول، وطبيعي بالنسبه لسنه، ده مش غريب عليه. انت جددت له، بتستفيد من خبرته وتستفيد من اللقطات البسيطه اللي هو ممكن يعملها لك السيزون ده، لكن ما تبقاش طالب من عبد الله السعيد ان هو يكون اساسي طول السيزون، يكون نجم الفريق، يكون كل ده مش منطقي على واحد عنده 40 سنه. فانت لو منتظر حاجه اكتر من كده من عبد الله السعيد، دي غلطه منك مش اكتر. فانك بقى كمدير فني اجنبي وصلنا انك تلعب عبد الله السعيد، عملت توليفه غريبه جدا اخر ماتش عبد الله السعيد وسيف جعفر، نص ملعبك كان متاكل. انت بجد وادي دجله كانوا بيلعبوا عليك كوره مش طبيعيه، ولا كانهم برشلونه في عزهم. ورغم كده انت كنت كسبان 1-0. ضيعت التاني بسبب رعونه لعيبه اللي هو ناصر ماهر اللي هنجيله، اللي عامل يعني اداء اوقات كويس اوقات اداء وحش، ولكن هو ناصر ماهر مش منتج قوي، مش اكتر لعيب منتج في الدنيا، ودي حاجه لازم تتصلح، ان الموضوع كده بقى صعب. تمام. عندك في الوينج اليمين لما مشي زيزو، انت جبت مكانه خوان بيتزيرا، وجبت كمان عبد الحميد معالي. تمام، دول اتنين على اليمين. عندك على الشمال
شيكو بنزا، عندك بيلعبها ادم كايد، وعندك عندك بيلعبها كمان احمد شريف، ده ممكن يلعبها. المهاجمين بقى انت عندك عمرو ناصر، ناصر منسي، عدي الدباغ، كل دي اوبشنز كتير قوي. ده غير عندك عمر فرج لما بيخش القايمه، عندك احمد شريف برضو مركزه سترايكر، عندك كذا اوبشن. يعني عندك اوبشنز كتير قوي كزمالك بصراحه. الفريق فيه اوبشنز كتير وفريق كويس، فريق بقى متنوع. انت بقى كصفقات اللي نجح معاك لحد دلوقتي شيكو بنزا، خوان بيتزيرا. شايف ادم كان لعيب كويس قوي 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 قوي، يعني بجد لعيب فريق جدا، يعني بينزل بيديك شكل. ولكن انت في لعيبه بقى المدرب استبعدها مع نفسه، محدش فاهم ليه. وعندك طبعا سيف الجزيري كمهاجم، بس ده المنسي يعني اللي هنيجي لسيرته دلوقتي. عندك بقى يعني مشاكل مع المدرب. يعني انت المدرب بيقول لك ان هو مش محتاج عبد الحميد معالي دلوقتي، وشايف ان هو ما يستحقش، وان احنا عندنا ايشو بديل. ايشو مين؟ ايشو مين اللي احسن من عبد الحميد معالي؟ عبد الحميد معالي لما نزل في ماتش سيراميكا هو اللي بنطقك وهو اللي فوقك، وهو كره الجول الاولاني هو اللي رجعك للماتش. انت بتعمل كده ليه في لعيب صغير زي ده؟ لعيب كويس قوي، لعيب محطوط عليه بوتنشال كويس قوي، انت بتعمل ليه فيه كل ده؟ انا مش فاهم. تصريح عن سيف الجزيري، رغم ان هو ما طلعش سيف الجزيري، وسيف الجزيري لعيب لا يطاق وكان لازم يمشي من الزمالك من بدري، ولكن انت ما ينفعش كمدرب تطلع تقول كده ان سيف الجزيري مش هيكون موجود معايا تاني. لا، ده مش منطقي. انت ممكن اي حاجه تحصل وتحتاجه. ولما كان نزل في ماتش سيراميكا هو ما كانش اوحش حاجه في الدنيا، ونزل وعمل شكل شويه وحرك الفريق قدام شويه. لكن انت كمدرب ما ينفعش تطلع تقول كده. هم عمرو ناصر انا نفسي اشوفه من ساعه ما جه من فاركو، انا ما شفتش عمرو ناصر لحد دلوقتي ودايما مستبعد، انا مش فاهم ليه. دي نقطه. تاني نقطه، انت ليه مش قادر تلاقي توليفه لنص الملعب لحد دلوقتي؟ ده مش منطقي انك 5 ماتشات انت لسه مصر على انك مالكش شكل معين لنص الملعب. احمد ربيع اتصاب، ماشي، احمد ربيع لسه مستنيه. طيب احمد ربيع محمد شحاته يبقى ده نص ملعب، ليه لا؟ محمد شحاته كويس جدا جدا جدا، واحمد ربيع يبقى جنبه. ده انا شايف ده نص الملعب المنطقي. لكن انت عبد الله السعيد ما بقاش قادر يديك. زي عبد الله السعيد لو نزل اخر نص ساعه في الماتش هيفرق معاك جدا جدا، هيكون نقله بالنسبه لك. لكن انت ان انت بتعمله ده انك تخلي عبد الله السعيد 90 دقيقه والحاجات دي، ده مش ما بقاش قادر، مش هيقدر يعملها لك. بس فانت كمدرب عندك اخطاء كتير، شكل الفريق وحش قوي، الفريق مالوش شكل كويس، بدون كرة الفريق وحش، الفريق بالكرة حتى سيء، بنلاقيش افكار، مفيش افكار هجوميه كتير خالص، فريق حلوله قليله جدا. يعني انا عدي الدباغ بيصعب عليا جدا، وناصر منسي، بس ناصر منسي يعني مستواه سيء قوي من اول سيزون بصراحه. بس انا برضو يعني انا عارف ده مستوى ناصر منسي. ناصر منسي مش المهاجم السوبر اللي هو عمله السنه اللي فاتت، دي كانت طفره، مش ده مستواه العادي. وده مش يعني مش تقليل منه ولا اي حاجه والله، بس ده مستواه ومش عيب. اللي هو عمله للزمالك السنه اللي فاتت كان كتير وكان كويس وحاجه عمرها ما تتنسي له، ولكن ده مستواه العادي، ما ننتظرش منه اكتر من كده. يعني ممكن تنتظر اكتر منه سنه، لكن مش اكتر من كده بكتير خالص يعني. بس فانا كنت حابب اسمع رايك. انت رايك يانيك فيريرا يستحق يكمل ولا لا؟ وده كان رايي انا، ان هو خلاص دي مرحله الحقها من بدري. انت 5 ماتشات، الاهلي اتعثر، بيراميدز متعثر، انت بدات الدوري احسن بدايه فيهم، تقدر تستغل ده انك تمشي المدرب ده بدري وتلحق تفرق. ان انت فريق كويس، انت ما بقتش بضعف السنه اللي فاتت ولا اللي قبلها، انت الفريق بيتحسن. اتمنى جون ادوارد يحل الملف ده بسرعه، الملف ده محتاج نتحرك فيه بسرعه. ان لو جبنا مدرب كويس مع الفريق ده نعرف نلعب كره هجوميه، الفريق ده بجد هيكتسح. انت اسلحتك الهجوميه كويسه جدا، ونص ملعب كويس. انا الفريق عاجبني جدا بصراحه، يعني الفريق اللي اتكون ده انا عاجبني جدا ومتفائل بيه جدا. فانك مش عارف تستغل ده بصراحه، اللعيبه دي صعبان عليا انها يعني بتعامل المدرب ده كده، مدرب بدون افكار بدون شكل. وانا مش قادر بصراحه ان انا اصبر عليه كل ده. ان انت السيزون هيطير منك، وانت منافس الدوري دي ما ينفعش تطير منك السنه دي. فبس كده يا صديقي، ما تنساش تقول لي رايك. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك كومنت سبسكرايب، وبس كده، يلا سلام.